السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفطار من عندي من البيت. هنحضر بقى فطار وهنعمل اكل وحاجات كده. فتقريبا يعني وانت بتتفرج على الفيديو هتبدأ تجوع، فقبل ما نخش في الموضوع ده، عشان لو مش عايز تتفرج على الفيديو وفي اكل وبتاع وهتجوع وكده، ما تكملش فرجة على الفيديو. بس في حاجة مهمة عايز اقولها لك الاول قبل ما تكملش الفيديو. آه، دي حاجة مهمة جدا للناس اللي عايشين هنا في اوروبا. انا نزلت فيديو قبل كده بعنوان خلي بالك انت بتعمل ايه مع عيالك. الناس ما اتفرجتش على الفيديو، ما عملوش شير وما عملوش لايك، وناس كتير لسه ما سمعوش الكلام اللي في الفيديو. انا دايما بقول للناس خلي بالكم انتوا بتعملوا ايه هنا مع عيالكم في انجلترا الاسبوع ده، اول اسبوع في رمضان. يعني لسه النهارده 10 رمضان اهو. آه، واحده ست هنا في انجلترا، بنتها راحت منها ليه؟ عشان صايمه. طيب نخش في التفاصيل. هي الست بعتت بنتها المدرسه وما بعتتش معاها لانش بوكس ولا حتى ازازه ميه. البنت عندها 9 سنين، يعني مش مطلوب منها اصلا انها تصوم اليوم كله، وما تتوقعش منها ان هي تصوم اليوم كله، ولو الاب والام بيغصبوا عليها انها تصوم اليوم كله فده غلط. واحده واحده، يعني ده احنا لسه اول 10 ايام في رمضان حتى يعني. المهم، البنت راحت المدرسه وابوها وامها طبعا مسومينها، وما خدتش ولا لانش بوكس ولا ازازه ميه. اللي حصل ان البنت كانت جعانه في المدرسه، او تقريبا شافت صحباتها واصحابها بياكلوا في المدرسه في وقت البريك، فالمدرسين سالوها انت ما بتاكليش ليه؟ فين اللانش بوكس بتاعك؟ البنت قالت ما معيش. قالت لها ليه؟ قالت لها عشان انا ماما مصوماني وقايله لي ما اكلش. بس البنت دي راحت. هو طبعا المدرسة اتصلوا ببتوع السوشيال سيرفيس جم، كلموا البنت. انت ليه ما بتاكليش؟ قالت لهم ماما قايله لي ما اكلش. طب هي ماما بتديكي اكل؟ قالت لهم لا. طبعا هي البنت باباها ومامتها تقريبا من الواضح كده ان هم ما بيتكلموش معاها، ما بيفهموهاش هو ايه رمضان، ما بيفهموهاش ليه في دين وليه في رمضان وليه في صيام وليه في الحاجات دي كلها يعني. فالبنت ما كانش عندها رد كويس. كان المفروض مثلا ان البنت تقول احنا في رمضان وده شهر صيام، وانا مبسوطة ان انا اصوم لحد ما اقدر اصوم، لو قدرت اصوم اليوم كله هصوم، لو ما قدرتش خلاص بفطر. فقصة ان البنت ما عرفتش ترد. البنت كانت الاسئلة ابيض واسود يعني حرفيا. ماما بتديكي اكل؟ قالت لهم لا. ماما بتجوعك؟ قالت لهم اه. طب انت ليه ما بتاكليش؟ عشان ماما قالت لي ما اكلش كده. فاهم المصيبه كلها؟ ان البنت ردودها مش مش حلوه. وكمان الحاجه الوحشه برضو اللي الام عملتها هي ان هي بعت البنت المدرسه من غير ولا لانش بوكس ولا ازازه ميه. طب مثلا اديها لانش بوكس وازازه ميه وقولي لها لو جوعتي كلي افطري. على الاقل لو المدرسه سالوها طب انت ليه ما بتاكليش، هتقول لهم والله انا صايمه بس معايا اللانش بوكس. يعني حتى لو قالوا لها ماما مجوعاكي قالت لهم اه، هيلاقوا فيه لانش بوكس وازازه ميه في الشنطه بتاعتها، فكده الام تبقى يعني في امان شويه. انما ده ما فيش، ما كانش معاه حاجه، ولا ازازه ميه ولا لانش بوكس ولا ساندوتش ولا خيرايه حتى في الشنطه. ولا معاه اي حاجه. ماما مجوعاكي؟ قالت لهم اه. بس فالسوشيال سيرفيسز اخدوها، وفي كلام بقى بيحصل مع الاب والام دلوقتي، ربنا
يكون في عونهم يعني، ولكن عايز تعلم عيالك الصيام وتبعتهم المدرسة، فلازم يا جماعة تدوهم لانش بوكس وإزازة مية، وقولوا له الأكل أهو معاك، حسيت إنك جعان كل، مش عايز تاكل كمل صيام. وفهموا بقى إيه الفايدة وإيه الحلاوة والجمال في إن هو يكمل الصيام. ده خلاصة الموضوع. خلي بالكم يا جماعة انتوا بتعملوا ايه مع عيالكم، واللي انتوا بتقولوه لعيالكم ما يطلعش بره بيتك. اوكي؟ what happened in Vegas stays in Vegas. اللي يحصل في بيتك خليه في بيتك. لحد هنا خلص الجزء المهم في الفيديو اللي انا عايز اقول لك عليه. ولو عجبك الجزء ده، لو ليك ناس بره، لو ليك قرايب بره، معارف بره، صحاب بره، لو عايز تشارك الموضوع ده مع الناس، يا ريت اعمل سبسكرايب، اعمل شير، دوس لايك على الفيديو عشان يوصل لأكبر كمية ناس ويحافظوا على عيالهم ويعرفوا هم بيعملوا ايه مع عيالهم. دلوقتي بقى هنبدأ الفطار وتجهيزات الفطار. عزومة في البيت عندي النهاردة، فأفرجك على البيت وعلى الطبيخ وعلى الأكل وعلى العزومة. يلا بينا. الساعة 3 دلوقتي، الفطار الساعة 8 إلا تلت تقريبا. فورايا شغل كتير. طبعا في ناس جايين يفطروا ومش عايزين نجوعهم، هم أصلا صايمين طول النهار. بس أنا كمان كنت مشغول الصبح شوية، كان عندي حاجات كده بخلصها. ف يعني أنا كويس في المطبخ، أقدر أعمل أكل وبسرعة. يعني في خلال 4 ساعات ممكن أكون عملت أكل كتير وأكل حلو. وطبعا يعني الناس المعزومين لما ياكلوا ويروحوا وبكرة نطمن عليهم إن كلهم كويسين وما زالوا يعني عايشين، يبقى تمام، يعني الأكل حلو. صوما مقبولا وإفطارا شهيا. ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. وكل واحد يدعي دعوة على الفطار النهاردة، يا رب يا رب يا رب يتقبل ويكون من نصيبه، وربنا يحقق لكم كل اللي نفسكم فيه. ده كان الفطار النهاردة معانا مع صحابنا اللي حوالينا هنا في المنطقة، وعشان خاطر عيالنا يكبروا يعرفوا يفهموا ايه هو رمضان. زارا صايمة طول النهار، second time، المرة الثانية تاني يوم بتصوموا، والأسبوعين اللي جايين أجازة من المدارس عشان شم النسيم، فهتصوموا الأسبوعين كلهم إن شاء الله. وأشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام.